لأنكم مبنى مجد وفرسنا، لكم الحق أن تعيشوا بالله فوق الأرض وتحت السماء. ما يقدر يمنعكم حد وما يقدر يتدخل في حياتكم حد. شنو الفوضى هذه؟ لماذا هذا التخاذل؟ لماذا هذا الخوف؟ عصابات مسلحة عملها في المنطقة، وعملوا عصابة مسلحة في المنطقة وغربوهم، أعطوهم الحبوب، أعطوهم الفلوس، وقولوا يحرقوا يسرقوا يقتلوا. أنا تفاجأت بهذا السير العرب من المسيرات المؤيدة التي عرفت بأن الشعب هو السيد وهو الرئيس وهو الحاكم وهو الملك وهو القائد، وعرفوا بأن الشعب هو اللي حدد مصيره. وبعد عرفوا بأن ليبيا في خطر، تحركوا وعملوا المسيرات. قالوا لا، قالوا بدنا نحن نعطوهم فلوس واللي ما يمشي يجلسوا فيه في السجون. شوف الكذب وشوف الرجعية شو تعمل. كذبوا عليكم قالوا لكم انا مشدي فنزويلا، كذبوا عليكم قالوا لكم انا مشدي الحلولولو، وبعدين نسوا باني من الباقية وان الشعب اللي ضحى من اجلي مستعد ان يضحي من اجله. فتحركت الجماهير الزاحفة من كل مكان، ولكننا ما نريد نشوف مآسي أكثر من المآسي. أبناء يزجبين في المعركة وأطفالنا وما يدروا على واحد، قلنا غرر بيهم زي ما قلت لكم. وقالوا إن القذافي كافر، وقالوا بإني قلت أنا وأساد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إني تجرأت إني حرفت القرآن، وكذلك يقولوا بإني يقولت إن محمد عليه الصلاة والسلام النبي هو ساعدين، وحاشا وكلا من نقول هذا. ويعملوا في خرافات ويعملوا في الزعبلات باش يغروا بباقي الشعب، ويعملوا الشعب ضحية يتفرج عليها العالم، ضحية فلسطين وفي العراق وما يحصل اليوم في سوريا. شوف الشعب السوري كان في امان، كان متريح، كان عايش بسلام، وهو واطفاله وابنائهم وصغارهم عملوا فيه المزرعة كل يوم يقتلوا فواحهم. ليش مانيش عارف من اللي قتل الشعب السوري؟ الشعب السوري يقتل نفسه بنفسه. معقولة مسلم يقتل اخوه مسلم؟ معقولة الشعب السوري بقيادة حافظ الأسد رب هذا الشعب العظيم وجعل منا شعب 73 كانوا أمريكا وكانوا بريطانيا؟ معقولة تقتلوا بعضكم وتكملوا بعضكم بالله لمصلحة منه؟ هل اللي بيموت مازال بيعود؟ ما بيعود. هل اللي بينكسر مازال بيتصلح؟ ما يرجع على حقيقته كما كان. وكذلك الشعب الليبي عندما وروا بيه وقتلوا بعضهم ما يعلموا بأن هذه المصلحة لأمريكا وبريطانيا، وصفقوا ويكبروا على قتال بعضهم، على خيبتكم، على خرابة بلادكم. في من يكبر على قتل أخيه المسلم؟ من قال إن الليبي والليبي أبدا ما كانت الحسبان لم تكن يوم في مخيلة أي مواطن في العالم.
يسموا على ليبيا الشجاعة والكرامة والمروة والرجولة، واحنا نقول العالم كل خمس تعقد في ليبيا، كل العالم يتكالب من تعقد خير في ليبيا. هذا مجد ما بعده مجد. ليبيا الذي وقعت إيطاليا وقبلت يد الشيخ الشهداء عمر مختار، هذا مجد ما بعده مجد لم تفرط فيه ليبيا ولا الشعب الليبي ولا أفريقيا ولا أمريكا اللاتينية ولا كل الحرب في العالم وكل من يد الحرية. غرضوا بيكم يقول لكم احرم كل مكان فيه مركز شرطة أو وزارة عدل أو محكمة تعمل فيها خربطة وتطلقوا فيها النار باش ما تعرفوا من المجرم ومن البريء، وتبقى ليبيا فوضى وتقتلوا بعضكم، والعالم يخنف ثوراتكم ويسحب بترولكم ويقول لكم القداسة طاغية ويعمل لكم أنا أوجه رسالة في هذا اليوم العظيم، أول أيام رمضان المباركة، للشعب الليبي الذي رسم الملاحم التاريخية وكان بطل، كان له الحق أن يعيش، وكان له أن يكون سيد هذه القارة، يمسك البوابة الشمالية من البحر الأحمر المد المتوسط، وأن يكون له القوة والشهامة والإمام والكفاح مستمر. دامت أفراحنا وانتصاراتنا، أقول لكم استعدوا استعدوا استعدوا، وأنا بين أيديكم وأنا حي نرزق، وما تخافوا منهم ولا تمتثلوا للخونة مثل عبد السلام زلود ومثل مصطفى الخروبي والخويلدي، هم كلهم خانوا الدرب وخانوا الرفاقة، ما تقبلوهم، هو المفروض تعدموهم في الساحات من الميادين. انظروا البكريون الشجاع البطل الشهم الذي قاتل حتى النهاية، لأنه يعرف ملاحم التاريخية ويعرف مبدأ الرجولة، لأنه رجل الإمام طبعا